السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفيديو رقم 3 من كورس الجرامر. النهارده هنتكلم عن الناونز اللي هي الأسماء. طبعا احنا عندنا في اللغة العربية بنقول الاسم هو ما دل على اسم إنسان أو حيوان أو نبات أو جماد أو صفة أو ضمير أو نفس الحكاية في الإنجليش ما عدا الصفة. الأسماء ممكن تكون people يعني ناس، زي boy ولد، ده نون اسم يعني. girl بنت، man رجل، woman امرأة. يبقى الاسم ممكن يكون اسم ايه؟ أشخاص، أحمد، علي، إبراهيم، هبة، وهكذا. أو ممكن يكون animals يعني حيوانات، زي بي نحلة، ماوس فار، ليدي بج، كات قطة، سنيك ثعبان، هورس. أو ممكن يكون things اللي هو احنا بنقول عليه بقى ايه في اللغة العربية اللي هو الجماد أو النبات. things اللي هي الأشياء. ما تقولش things. مفيش حاجة بين الجي والاس عشان تقول things. thanks بسرعة كده. زي ايه؟ زي table ده شيء جماد، زي apple ده نبات، زي house جماد، زي pencil جماد، زي book كتاب، زي car عربية. يبقى الاسم تاني ممكن يكون people اسم شخص أو إنسان، أو animals حيوانات، أو things ده يندرج تحتها الحاجات الغير عاقلة أو الجماد، زي الأكل أو الشرب أو الحاجات الجامدة. طيب هنا بيقول لي choose A or B and complete. number 1 book. number 2 frog. number 3 طبعا ده ايه لو احنا حفظنا الكلمات. 3 يعني girl، 4 اللي هي ليدي بج، وهكذا. ده الانواع انواع الاسم، يا اما اسم انسان او حيوان او اشياء. هنا جايب لي حاجات المفردات اللي احنا خدناها: تفاحه وانت ترقم. نمبر 1 دور على نمبر 1 هاوس، نمبر 2 دور على نمبر 2 في النمبر 2 دور، وهكذا. نمبر 3 او سي فين سي هتلاقيها كار، وهكذا. تمرين طبعا ايه بسيط. تمام. ده الفيديو رقم 2 اللي هو بيتكلم عن الأسماء. طبعا ممكن نقول مكان الرجل هي، مكان النحلة it، مكان البنت she. طبعا ده عارفينه، اللي هو الضمير اللي هو الايه البروناون اللي بيعود على الايه الفاعل او الاسم. تمام. ده كان فيديو خفيف كده على انواع الاسم، ممكن يكون اسم انسان او حيوان او اي شيء بقى، جماد او نبات. والسلام عليكم.